How long do you think he's dead for? عمرك ما تسوق هنا في استراليا الصبح أو بالليل. ده الكي اف سي بتاعهم. دلوقتي على طريق الموت اللي هو فندلر هاي واي. Hey bro, we found your helicopter. لما تشوف الصور دي تقدر تقول ساعتها welcome to the outback of Australia. We're just about to leave Darwin. Oh yeah, baby. 3,500 kilometers from Darwin to Brisbane. That's And gonna... actually we're doing an extra 1,000, so we're going to go along the east coast, so from Townsville down. Yeah. Yeah, so it's like gonna be a very long So trip. it's about 6 days. So wish us luck. We're actually camping, and it's 1,000,000 degrees, but Yeah, we're gonna go through the country actually, like inland-wise, like so we're gonna be through the desert. So hopefully we're gonna see some snakes, scorpions, whatever we can see, whatever they say about seeing in the desert in the middle of Australia. the outback. The outback, yeah, that's the right word. مادام انت في الانتي يعني النورثern تيريتوري، يعني المنطقة الشمالية، هتلاقي ان الارضية كلها احمر في احمر. دلوقتي احنا في الاوت باك، يعني في نص استراليا، في الطريق طويل عريض. احنا فعلا في الميدل اوف نو وير، وعلشان تسرفايف الميدل اوف نو وير لازم في حاجات معينة لازم تكون معاك في العربية. علشان افتحها معاك، 2 جيري كانز، ده بيقولوا عليها جيري كانز اللي هو جيركنز عندنا بالمصري، دول ديزل، لازم 2 ديزل. والسبب في الاتنين دول ان انت عندك المسافات بين كل عربيه والتانيه حوالي 500 كيلو، فانت ممكن لو بنزينه منهم ما عندهاش ديزل تبقى انت اتسوحت، فلازم ده يكون دايما معاك في العربيه احتياطي. وتاني حاجه عشان الاهم انك الاسعار بتزيد عليك قوي لما بتطلع بره البلد، فده بيوفر عليك فلوس كتير جدا. تاني حاجه مهمه، جيركن ميه، علشان لو لا قدر الله في اي سبب من كان لو تهت او حصل اي حاجه ده لازم يكون معاك. تالت حاجه مهمه طبعا مش المونوبولي يا سام اللي انت حاطاه ده، العده بتاعتك. كان يشو ذس، العده لازم يكون معاك عده تصليح لاي سبب من كان. طبعا دي عشان اللعب، مالناش دعوه بيها مونوبولي دي. بالنسبه لي لازم تعرف حاجه مهمه عنها جدا، ان الصيف عندنا هو الشتاء عندكم، والشتاء عندكم هو الصيف عندنا، وان الجو هنا ملخبط. فاحنا النهارده في شهر اكتوبر، درجه الحراره احنا دلوقتي 40 درجه مئويه هنا في الانتي. طبعا كل ما نخش جوه بعيد عن الشاطئ هتلاقي ان درجه الحراره قاعده بتتغير، المفروض انها بتزيد لحد ما توصل للمناطق السواحليه، بتبدا نلاقي درجه الحراره تقل. طبعا داروين دي من اعلى درجات الحراره اللي هتلاقيها في كل استراليا. واما نوصل الناحيه الثانيه من الايست كوست اللي فيه ناحيه بريسبن وسيدني وميلبورن والكلام دوت، هنشوف درجه الحراره تقل لحد كام. في أول محطة بعد 600 كيلومتر هنوقف هنا في مكان اسمه الديلي ووتر، وده المكان اللي هننام فيه. درجة الحرارة 42 درجة مئوية. ازاي واحد قدر يخلي مكان على بعد 600 كيلومتر في جوه صحاري استراليا، ازاي قدر يخليه مكان ناجح بالشكل دوت، وتلاقي فيه كامب سايد، وان اي حد معدي على المنطقة الشمالية لازم يجي المكان ده. والمكان ده اسمه ديلي ووترز. طبعا ده الكي اف سي هنا، لازم تشوف الكي اف سي، ده الكي اف سي بتاعهم. لفيت استراليا كلها، وده الحقيقه اغرب مكان وصلت له لحد دلوقتي. وادي طياره تانية اهي، ما تعرفش بيجيب الطيارات دي منين. فكره بسيطه جدا، اي حد عنده طياره خرده زي بيفكرني بالحاج عبد الغفور البرعي لما راح اشترى طياره وقطعها خرده. هو هنا اشترى كل الطيارات وحطها في المكان دوت. دي كده وبس، ده هو كمان ايه، حط لك الطياره ايام ما كانت شغاله وصور منها هنا اهي. ديلي ووترز باب، لازم تروح وتجرب الاكل اللي فيه. كل الناس بتقول كده، انا ما اعرفش. فيلا بينا نشوف الاكل برضه هيبقى شكله عامل ازاي.
الأكل اللي بتلاقيه في الأوت باك. التشيكن سنيتزل المعروف وعليه شوية الموتزاريلا. بنتكلم في كام؟ That's $30 with the chips and the salad. This is the fish and chips. 27 $27. It's actually reasonable prices I'd say. طبعا ما تنخدعش بالإزازة اللي قدامك دي. الإزازة اللي قدامك ديت زيرو كحول، موجود في كل حتة وبتلاقيه بسهولة برضه على فكرة. تاني يوم الدنيا بتمطر اهي النهارده، فدرجة الحرارة امبارح وصلت لحد 43 حاجة زي كده. النهارده عشان شوية المطر نزلوا بس وصلت درجة الحرارة معايا لحد 25. درجة الحرارة نزلت حوالي 17 درجة في يوم واحد. خلاص هننزل تحت، هنخش اللي هو الشمال اللي يودينا على كوينزلاند. ما عادش فاضل لنا كتير ونخش على الحدود بتاعت كوينزلاند. الحدود وهي كوينزلاند. كومويل ماونت ايزا تقريبا موجودين في النص دلوقتي، في نص في منتصف السكار. بقالنا 1400 كيلو متر وما شفناش ولا كان غرور لحد دلوقتي. Holy shit, we're going through a massive storm. Look at that. It's supposed to be like this now for a good couple of days. دلوقتي وصلنا اللي هي الكلانكاري. كلانكاري دي زي ما تاون صغيرة موجودة في الوسط بعد ماونت ايزا، ودي برضه زي أي ماونت هنا. بص أي مدينة ريجنال هنا من الآخر بيلاقوا منجم، سواء بقى زنك نحاس رصاص أي حاجة بيفتحوه، وبتلاقي بعد كده بتبدأ تتبني والناس بتيجي تتجمع تشتغل فيه، ويبدأوا بعد كده اللي هم إيه تعمل قرية صغيرة أو مدينة صغيرة. ودي هي المناطق الريجنال اللي احنا بنتكلم عليها دايما. في الدوران فيدج هتلاقي المكان كله مكان صغير جدا معزول عن اي حته تانية موجوده في البلد كلها. اليوم الرابع اضطرينا نوقف امبارح بسبب المطر، بس الجو النهارده ظبط خالص اهوت. اضطرينا نوقف في مكان في كابينه $65 اليوم. كابينه زي دي $65، هو ده كل اللي بتاخده. لو عايز تعرف برضه فلوس الضرايب بتروح فين، الحكومه اهي تحط لك في الميدل اوف نو وير حمامات. في اي حته في استراليا في اي مكان هتلاقي دايما في public toilets. How long do you think he's dead for? ما تسوق هنا في استراليا الصبح او بالليل اللي هو الشروق والغروب بتاع الشمس، عشان دي النهايه هيدمر لك العربيه بتاعتك. دوت كفيل انه يدمر عربيه كامله. البار اللي انت محتاجه على الطريق بتاعك ده كله حديد ومعدن، لو تخيل ده ان فابريك العربيه دي كلها وشها هيضيع. رحله مصر دمنا بالديزل، اغلى فتره ممكن تسافر فيها. سعر اللتر $2.40، 47 لتر $114. الناس اللي زعلانه في مصر، بس طبعا الرواتب مش هتكلم يعني. Orange Charters Towers is on the Flinders Highway Road. Flinders Highway Road is very famous to be the highway of death. So for people who doesn't know about Australia, like killing in Australia and crime in Australia is a bit really weird, and heaps of it is not really solved. So there's a lot of unsolved crime cases around now. But the thing about this stretch of road is actually a bit weird because there is like from 1970 till 2018 there is about like 12 unsolved cases, like different like 12 cases, like some of them they found the dead bodies, some of them they actually found like evidence and everything, like not evidence, like found their car left behind them. There's a lot of incidents. It was so weird. It sounds all like it's not been done by one solo serial killer. Think about hitchhiking. This is the last place you want to do it. Now we are in that Charters Towns, which is a bit creepy, but it's a big town just before you reach to Townsville. خلاص وصلنا الخيمة في 5 دقايق بس. ده بص الاختراع ده بقى ايه احلى اختراع في الدنيا، بدل ما تقعد تنفخ وتقطع في نفسك. بص بامب بحجم صباعك، انسى تنفخها في 5 دقايق. You must be proud of that one, Sam, didn't you? I am proud of it all. صلاة عمك بتطلع نايم جنب الخيمة.
ناس نايمين في الفري كامبينج. وصلنا المحيط. Ocean baby. واخيرا وصلنا لايرلي بيتش. دي اول محطه على الشاطئ، وزي ما انتم شايفين دي اول محطه تستاهل التصوير بصراحه جوه استراليا. تحس انك اخيرا وصلت لدول العالم الاول ده مكان المفروض انه زي ما تقول كده مدينه ساحليه ومدينه سياحيه في نفس الوقت. دلوقتي احنا في ماكاي. اللي ما سمعش عن ماكاي، دي مدينة دي تامن أكبر مدينة موجودة في كوينزلاند كتعداد سكاني وكمساحة. المدينة اتبنت على مناجم الفحم، وبعد كده لما حصل الريسيشن في 2008 الناس كلها مشت من المدينة، ودلوقتي راجعة بقوة وفي مشاريع كتير بالنسبة للمهندسين موجودة هنا. في حاجة تاني حاجة لازم تعرفها ان المدينة دي بعيدة عن بريسبن حوالي 11 ساعة، فدي لازم تعرف انها شويه معزوله، بس مش معزوله بس مدينه محترمه جدا ونظيفه جدا وكبيره زي ما انت شايف. تقريبا بريسبن واحنا في كوينزلاند دلوقتي في الويت سيزون. الطبيعه كلها اختلفت زي ما انتم شايفين. المنظر كله اختلف زي ما انتم شايفين، كأن احنا قاعدين في منطقه كلها زراعيه، كلها كأنك في الريف الانجليزي او كأنك في اسكتلند او ويلز. وصلنا لحد دلوقتي 3742 كيلو متر الرحله كلها، يعني تقريبا هتقفلها على 3900 كيلو متر، اولموست 4000 كيلو متر الرحله كلها. كانت الرحله بصراحه رحله مرهقه ومتعبه. لما بنفتكر فرنسا بنفتكر برج ايفل، ولما بنفتكر مصر بنفتكر الاهرامات اللي عمرها تقريبا 5000 سنه. بس لما بنيجي نفتكر استراليا بالتحديد بنفتكر معانا الكنغر، بس هو ده اكبر معلم موجود في تاريخنا. بس الحقيقه مش كده، الحقيقه ان اهم واكبر معلم موجود في استراليا هو عمره 650 مليون سنه، وما صنعوهوش بني ادم، اللي صنعه ربنا بس.